مرحبا بكم أعزائنا المتابعين. لا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. ترتيب الدوري الجزائري بعد الجولة الثانية من موسم 2025-2026. في المرتبة الأولى مستقبل الرويسات رفقة أولمبي أقبو ب6 نقاط. في المرتبة الثالثة اتحاد خنشلة ب4 نقاط. في المرتبة الرابعة ترجي مستغانم ب3 نقاط. في المرتبة الخامسة شباب الوجداد ب3 نقاط. أما في المرتبة السادسة شباب قسنطينة ب3 نقاط. في المرتبة السابعة مولودية وهران ب3 نقاط. في المرتبة الثامنة وفاق سطيف بنقطتين. في المرتبة التاسعة شباب القبائل بنقطة واحدة. في المرتبة العاشرة مولودية الجزائر بنقطة واحدة. وأما في المرتبة 11 اتحاد العاصمة بنقطة واحدة. في المرتبة 12 نجم بناكنون بنقطة واحدة. في المرتبة 13 شبيبة الثورة بنقطة واحدة. في المرتبة 14 أولمبي شلف بنقطة واحدة. في المرتبة 15 نادي برادو بنقطة واحدة. أما في المرتبة 16 والأخيرة مولودية البيض بدون نقاط. أما مباريات الجولة الثالثة فتكون كالتالي: يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 شبيبة الثورة ضد أولمبي شلف على الساعة 8. شباب قسنطينة يواجه مستقبل الرويسات على الساعة 6. مولودية البيض ضد وفاق سطيف على الساعة 5. ومولودية وهران يواجه ترجي مستغانم على الساعة 7. أما مباريات يوم السبت 6 سبتمبر 2025 فتجري كما يلي: اتحاد خنشلة يواجه شباب الوجداد على الساعة 5. وتم تأجيل مباراة مولودية الجزائر ضد نجم بناكنون. نادي برادو ضد اتحاد العاصمة على الساعة 5 مساء. وفي الأخير شبيبة القبائل تواجه أولمبي أقبو على الساعة 7.